بونجور. او النبي ما ناقص، مش ناقص خالص. الجو برد قوي يا ساتر. مستعجل تاني يعني، مش فاهم انا كل مشاويري مستعجل ليه، اموت واعرف ايه ده. بس سواء ان انا عندي قطر كمان 20 دقيقة وانا لسه في البيت، من بيتي لغاية محطة القطر 20 دقيقة، فحرفيا محتاج عارف يعني هلحقه بالعافية. غير ان انا اصلا اللي خلاني انزل من البيت او بقول هعرف الحقه، ان انا لما دخلت دلوقتي برنامج اللي بشوف فيه الترانات ومحطة القطر وحاجات زي كده، لقيت ان هو متاخر دقيقتين او 3 دقايق حاجه كده، اتحرك متاخر دقيقتين. فده اللي خلاني ان انا حرفيا البس في 4 دقايق. انا لبست في 4 دقايق وانزل من البيت. اقسم بالله مش شايف اي حاجه. المفروض المكان ده انا بشوفه وسط الجبل، انت شايف ربعه بس اللي فوق، فاهمين؟ الدنيا غيوم جدا والجو لسه بدري اصلا، عشان كده الجو برد. الساعه 9:30 حاجه كده، فبدري شويه عشان انا شغال الساعه 6. فقلت اطلع بدري شويه، اطلع فيرونا اشوف الحاجات اللي محتاج اشتريها من هناك، وبعد كده ارجع البيت اروح الجيم، وبعد كده اروح الشغل. فاليوم لسه طويل حبتين. والخليني اصور عشان عملت وعد معاكم ان انا كل يومين لازم انزل فيديو، وانتوا كتبتوا لي في الكومنتات زي ما قلت لكم في اول خالص انزل كل 3 ايام ولا يومين. كتبتوا لي يومين، فاهمين؟ فانا هنزل كل يومين فيديو. القطر كده هي هنا كده، فاهمين؟ يعني محتاج الف اللفه دي كده وبعد كده كده، فاهمين؟ فهي هناك كده، فاهمين؟ بص ده عامله ازاي يا جماعه، اقسم بالله تلجت. ايه ده حمرا وكتر البرد علينا وحاسس ان اقسم بالله متلج وعاد ربي مش قادر اتكلم حد. عايز اوصل وحطة القطر امتى؟ هنا فاضل بتاع 5 دقايق في المحطة. شوف عشان مش عارف اتكلم كتر البرد. خلاص لحقنا، فاضل 5 دقايق على القطر يوصل واحنا واخدين محطة القطر. يا ابويا رحت اخد كوباية قهوة على السريع كده في الطريقية يعني، اخدها معايا عشان تسخني شوية. ما فطرتش والله، انت شفت اصلا نزلت من البيت على محطة القطر حرفيا انا اصلا صاحي قبل ما البس ب4 دقايق يعني، لسه مش عارف اتكلم، بقي اتهلج. Fai attenzione ai borseggiatori. Se ti servono al personale in divisa Trenitalia. الساعة 9:58. في الساعة 9:58 نص ساعة شاور. Inserire la carta. معلش انتوا شايفيني في كاميرا كويسة ولا لا، مبخرة ولا لا، بس كده وشي مكرمش، الجو برد قوي قوي يا ساتر مش قادر. بص شايفين بتكلم ازاي انا اصلا يعني. فبنا التذكرة، يلا نروح نجيب بقى قهوة عشان نطلع على المحطة. جا دمي كنوشي بقى. Sono ragazzi, posso chiedere il pullman da andare l'ADGO qua? Io non lo so. وصلنا يعني الاتوبيس ده حاجه يعني. الراجل بتاع الاتوبيس، فاهمين؟ انا قبل ما اركب عنده سالته قلت له انت هتقرب من المكان ولا لا المفروض اروح؟ قال لي اه اركب. وبعد ما اتحركنا سالته تاني قلت له هتقرب منه جامد ولا هي 5 دقايق؟ قال لي هو بعيد شويه. طب ما دام انت عارف انه بعيد شويه قلت له اركب ليه؟ ان احنا ناخد اللونجه دي الطواله دي اخرها، وهنلاقي الادي جي هنا كده ورا البتاع دي. ده المكان اللي انا عايز اروحه اصلا.
بس انا عايز اشتري كام حاجه اصلا للسرير والكوبرتا والحاجات زي كده، فما اعرفش في الحقيقه الاقي المحل ده اصلا هنا ولا لا. انا جاي كده وفهم، وكل مذكرتي اللي هو بالذاكره ماشي بالذاكره حرفيا، مش فاكر كان في مكان بتاع حاجات البيت ولا لا. فهخش اشوف حرفيا، مش عارف هلاقيه ولا لا. لو ما لقيتوش فهبقى محتاج ان انا اخرج تاني واروح الشنترو بتاع فيرونا، ويا لاقي يا ما الاقيش، لان فعلا مش عارف. بس ما اعتقدش انه مدينه زي فيرونا كامله ما فيهاش مكان بتاع الحاجات بتاعه البيت، اللي هو كوبرتا الحاجات زي كده، اللي هي اسمها ايه، بطانيه والحاجات زي كده. فاعتقد الاقي يعني. لو كتبت ادي جيو في فيرونا، اول حاجه هطلع لك هو ده، لان هو ده من اشهر الاماكن الموجوده في فيرونا، هو الشنترو بتاع شنترو ستوريكو. فبس انا جاي حرفيا اشوف الحاجات دي، وبعد كده مروح تاني فاهمين، عشان ورايا الجيم تاني، لانه لسه ورايا جيم وبرده شغال بالليل. فقلت خليكم معايا اصور واخليكم معايا عامله ازاي. محتاج برضو ارجع البيت بدري، عشان محتاج انزل فيديو محتاج ينزل، فمحتاج ارجع البيت بسرعه فاهمين. عشان موجود الفيديو على اللابتوب، فمش عارف انزله من الموبايل، محتاج ارجع البيت بسرعه. دلوقتي هنطلع نشوف هو فين، او هنروح ندور على مكان بيبيع الحاجات دي، بس فين بقى معرفش فاهمين يعني. هندور مع بعض حرفيا. اروح بقى من هنا ولا من هنا؟ ايه وجهة نظركم؟ هنشوف الموضوع ده سريع كده. بس هنشوف. اعتقد الاقي هنا، معرفش، اير فراير ب 69 يورو. اعتقد الاقي هنا الحاجات دي البيت صح؟ محل الحاجات بتاعت البيت اهو، اعتقد الاقي هنا. هندور مع بعض. اخيرا لقيته، هو ده المكان اللي انا عاوزه. شوف بقى هندور. احنا محتاجين ايه مش فاكر. والله ما فاكر. عرفت منه الحاجات عنده غاليه قوي، معرفش ليه، او يعني فكرة انا قادر اشتريها، بس مش دي الفكره. الفكره ان هو انت حرفيا بتشتري اللحاف ليه ب 100 يورو فاهمين. فهي دي الفكره، ده اللي انا بكلمك فيه، ان هو انا مش هشتري حاجه ب 100 يورو عشان اللحاف يعني. اقل حاجه 79 فاللي هو ليه الحاجات دي اصلا سعرها مش كده خالص. سمعت ان هو ممكن يبقى الاقي السوبر ماركت كبير ده بيبقى فيه حاجات بارت بيبيعوا الحاجات دي، فممكن يبقى ارخص. انا دخلت سوبر ماركت كده بس اعتقد ده بتاع اكل بس، اعتقد بتاع اكل بس. اشوف يعني، اروح اشوف الدنيا ماشيه ازاي. انا شايف حاجات بتاعه المطبخ ورا، يبقى ناحيه دي كده. لو ما لقيتش يبقى هدور في مكان تاني حرفيا. اروح اشوف يعني. ما اعتقدش انه فيه، اعتقد فيه اهو، لقيت اعتقد. ف الحاجات دي هنشوف بقى، نشوف. بس انا مش عارف سريري حاجه اسمها ماترومينالي ولا بياتزا ميدزا. انا سريري كبير قوي، فاعتقد ماترومينالي يعني مكان اتنين يناموا فيه. بياتزا ميدزا ان هو واحد كبير شويه بس واحد اللي يسكن فيه، اللي يقعد فيه. سنجل يعني سرير صغير فاهمين. فانا مش عارف حرفيا وده ايه اصلا. ستامبا ده ماترومينالي ده. اوكي خليني هرجع لكم تاني. خلاص دخلت اشتريتها. لكن ان انا كنت بكلم في التليفون وبتاع، فعشان كده خرجت اشتريتهم وقلت اصور لكم بعد ما اخرج. المهم دلوقتي اعتقد اروح البيت، لانه انا جاي حرفيا اشتري حاجات دي بس شكلي هطلع مكان اللي بيبيع حاجات بتاعت البيت بقى، اللي هي التماثيل والحاجات زي كده. عايز اشتري، ضربه في دماغي ان انا اجدد الاوضه شويه فاهمين. هطلع اشوف دلوقتي المكان ده. اعتقد موجود هنا، لان اخر مره شفته كان موجود هنا حاجه كده. وبعد كده هروح البيت. اوكي هروح البيت عشان ورايا جيم دلوقتي وبتاع. هو المفروض هنا كده، ده المفروض، بس مش فاكر فين بالظبط. يا ده اعتقد ده H&M عامله الحاجات دي كده. في واحد هناك برضو بتاع H&M بس لبس، بس ده بتاعت البيت شايفين. بس نشوف بقى تماثيل وحاجات زي كده. معرفش انا، بس دي لحافات. انا كنت بدور على لحاف زي ده كده كبير، بس هنا مش هلاقي اعتقد. فعشان كده دخلت اشوف بقى الحاجات التانية بقى، التماثيل حاجات زي كده. الشكل حلو، ندور دلوقتي. دي عشان الشكل بس ويبقى شكلها حلو. 39 يورو.
ونفس الشيء دي اعتقد. انا مدور على تماثيل معرفش، عايز اشتري عايز اجدد الاوضه معرفش ليه. بص فوطه زي دي كده، فوطه ما بتتحطش بسبب الحمام، دي بتتحط بسبب ان شكلها حلو كده يعني، 9 يورو. فعايز الاقي واحده زيها بس تكون ساده، ما تكونش فيها الوان كتير وحاجات زي كده. فندور على مخدات دي حلوه برضه. دي مشكله ان انا ما جيتش، ما عنديش عربيه ان انا اجي بيها فاهمين، فعشان كده صعب ان انا اشيل الحاجات دي كلها اصلا، وانا عربيه كان هيبقى احسن. بس دلوقتي بص حاجات زي كده برضه شكلها جميل الحاجات دي. ايوه المخدات دي نشوف حاجه حلوه قوي لدرجه تخليك ان الله دي جميله، فاهم؟ معرفش، مفيش، تحس ان كل حاجه تقليديه، وحاسس ان مفيش حاجه حلوه قوي يعني. اخر حاجه هنشوفها هي اللي هناك دي كده وبس، ونشوف بقى اللي بعد كده يعني. شوف المخدات دي، بس المخدة دي بكام؟ تعالى نشوف. 5 يورو. يا ابويا لسه واصل حالا، مش عارف اقولها لكم ازاي، بس انا كنت ماشي كده في الشارع ده بجد والله. فكرة مش عشان كنت شايل حاجة في الجو حر، لا هو الجو بقى حر دلوقتي، انا مش فاهم ازاي يعني فاهمين. انا قلعت الجاكيت حطيته في الشنطة وفضلت ماشي كده بس حبة بسيطة، الحبة اللي هنا دي، لانه فعلا الجو بقى حر جدا، او بسبب ان انا كنت شايل حاجات تقيلة وفي نفس الوقت الجو بقى حر، فانا بقيت ماشي بنص كم كاني في الصيف حرفيا. انا دلوقتي مش هطلع الجيم، ما اعتقدش ان انا هلحق اطلع الجيم، او مش عارف في الحقيقه اطلع الجيم ولا لا. طلعت دلوقتي اوصل الساعه 3، لا ما اعتقدش ان انا هروح الجيم بسبب ان انا ما عنديش وقت. لسه الساعه 6، لسه الساعه 2 ونص دلوقتي، بس بسبب ان انا لسه هظبط الحاجه اللي جبتها، هنضف الاوضه شويه، كل ده هتبقى معايا يعني، بس هنضف الاوضه شويه وهظبط الحاجه اللي انا عملتها، وهنزل لكم الفيديو بتاع اللي المفروض ينزل النهارده. في فيديو المفروض ينزل النهارده فهنزلوه دلوقتي. فالحاجات دي محتاجه اعملها فهتاخد وقت كتير، فاحسن ما اروحش الجيم وافضل هنا في البيت، بس هظبط كام حاجه فخليكم معايا. اوكي، جبت اللحاف دلوقتي وجبت البتاعه دي، ودي حاجه تانية خالص فما تشغلوش بالكم بيها. المهم ان انا جبت اللحاف و الانسولي اسمها ايه نسيت، البتاعه دي، جبت البتاعه دي برضو. ف هنظبط الحاجه دلوقتي وهنظبط الاوضه لانها متبهدله حرفيا جامد قوي. اخر فيديو كنت قلت لكم ان انا محتاج اظبط الاوضه بس ما ظبطتهاش لانها لسه متوسخه زي ما انتم شايفين. ف هنشيل الحاجات دي كلها ونحط الحاجات الجديدة وننضف ونحط ريحة وحاجات زي كده. فيلا بينا، جو حر قوي شايفين الشمس. Danny Beats Classic. To the left, I don't want a bad man in my life. To the left, don't want no bomber clock in my life. I'm taking, no, I'm taking, I'm taking, no, I'm taking, no, I'm taking. بعد اقسم بالله يعني قولوا نص ساعة مثلا، نص ساعة ده انضف في الأوضة. اتنضفت وتنضفت لحد ما يعني فاهمين، اتنضفت وباين عليها النظافة. ما كنتش حابب في الأول في الفترة اللي فاتت دي خالص، ما كنتش حابب إن أنا أخش الأوضة، مع إن الأوضة بتاعتي حلوة أنا بحبها فاهمين، بس ما كنتش حابب أخشها يعني، بحس إنه في حاجة غلط لما بخش، بحس إنه كئيبة ما أعرفش في إيه. بس دلوقتي بعد ما نضفتها دلوقتي حاسس إن أنا عايز أفضل هنا 24 ساعة في 24 ساعة. هوريكم الأوضة وتقولوا لي رأيكم. أوكي، انتوا شفتوا الأوضة قبل يعني، شفتوا الهدوم وشفتوا الأوضة قبل عاملة ازاي، وهوريكم دلوقتي الأوضة بعد ما نضفت. هنبدأ من الباب هنا. اوكي، بس حطيت بقى البطانية وبتاع دي هنا كأنها شكل يعني وبتاع فاهمين. وهي دي اللحاف واللاسنسور ليزار، معرفش ده اسمه ايه بالعربي بجد مش فاكر. المهم ان ده ايه رأيكم فيه؟ بجد عجبني قوي 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 قوي. ما اعرفش اللونين لايقين على بعض ولا لا، لكن يعني الشكل في كلتا الحالات عجبني جدا فاهمين يعني. ده لونه حلو، بعد افتكرته اصلا صفرة في الاول بس يعني عجبني. واللحاف ما كنتش فاكره ان هو جميل كده، بس لا لذيذ يعني فاهمين. فجاهزين؟
ظبطت الهدوم. كمان شايفين كانت كومة موجودة هنا وكانت الحتة دي فاضية، شلتها كلها وحطيتها هنا زي ما انتوا شفتوا، وهنا الحاجات اترصصت وكل حاجة. وهنا الجزم وبتاع، حاطط السكيت بورد هنا لان بقالي فتره ما بستخدموش فحطه هنا. هنا الجزم وبتاع حاططها هنا مرصصها، وهنا شنطه السفر. اوكي سيبكم من العالم ده كله، دي الهدوم اللي هشتغل بيها فما تشغلوش بالكم بيها عشان كده سبتها هنا. المهم يعني، وحاطط جنبي هنا دي جزم الشغل يا جماعه. اوكي ده شبشب عادي. وحاطط الشغل بتاعي هنا التاني بقى، فاهمين؟ حاطط اللابتوب اللي انا هفتحه دلوقتي انزل فيه فيديو، دي الكاميرا والمايكات، المايك بتاعها اهي وبس، وحاجتي الخصوصيه والشاحن وبتاع وبس. هي دي الاوضه باختصار يعني، فاهمين؟ مبسوط مرتاح، حاسس ان انا مرتاح كده جوه شويه. تحس ان هو دلوقتي لما ببقى عايز اقعد في الاوضه عايز اقعد فيها، احس براحه مش هتعب او حاسس انه في حاجه غلط. الاول لما نهار اسود، في الاول لما كنت بخش الاوضه كنت بحس بكآبه كده، بحس ان مش عايز اقعد في الاوضه فبطلع منها على طول حرفيا. دلوقتي لا، انا حابب ان اقعد فيها. فيا جماعه اي حد حاسس بكآبه وحاسس بحاجه رخمه يقوم ينظف الاوضه، والله يقوم ينظفها، يغير حاجه بسيطه جدا. يعني انا بالنسبه لي غيرت اللحاف والبتاع خلاص، انا لانها حاجه بسيطه جدا، مش هاجي اقول غيرت اللحاف فده جامد. لا، حاجه بسيطه جدا وما كلفتنيش نهائي حرفيا ولا حاجه. و... وحتى لو كلفتك فدي حاجه من النظافه بتاعتك، فما تبقاش اهبل وما تبقاش معفن، فاهم يعني؟ قوم نظف حاجتك، اعمل كده، هتحس نفسك ان انت غيرت مودك، غيرت كل حاجه. هتقوم تستحمى دلوقتي، يعني انا هخش استحمى دلوقتي بعد كده هفتح اللابتوب فحس براحه. فالاحساس اللي بيجي في الحاجات البسيطه دي والله العظيم بجد احسن بكتير من اي حاجه بتيجي بفلوس كتيره وتروح وتيجي. لا، الحاجات ان انت تقعد في بيتك مرتاح عامل كوبايه نسكافيه والحاجات البسيطه دي والله جامده جدا، فاهمين؟ اللي مضايقني النهارده ان انا بس ما رحتش الجيم، بس مش مشكله هروح بكره. ف ده مش هيأثر جامد يعني، بكره انا ممكن اروح عادي جدا. النهارده تعبت شويه، بس ان انا فكره رحت المشوار ورحت اول ما صحيت فما ارتحتش النهارده، غير ان انا اصلا كمان ساعتين هروح الشغل. فهوريكم النهارده في الشغل معايا يعني. بس يا رب يكون الاوضه عجبتكم. انا هخش اخد دش دلوقتي وبعد كده نتقابل بعد ما اخلص دش وانا بعمل مونتاج. اوكي يلا بينا، يلا شوفوه في الفيديو الجاي ده. في فيديو هينزل النهارده وانا في فرنسا يا جماعه، فقولوا لي ايه رايكم فيه. اوكي الفيديو نزل، مش هينزل يعني، نزل بالنسبه لكم دلوقتي، بس انا بالنسبه لي النهارده ان هو هينزل. انتوا فاهمين صح؟ والله لسه مخلص شغل دلوقتي حالا. انا اصلا داخل الشغل الساعه 10 الصبح وراجع وطالع من الشغل بالليل علينا، فلسه خارج من الشغل وكنت مفروض خلينا نروح البيت الاول.